حياكم الله وبياكم مشاهدينا أينما كنتم. هذه نشرة سما المفصلة. مرحبا بكم. بكل فخر وكبرياء تمر لحظات انتصار السوريين على العدو الصهيوني وإعادة القنيطرة إلى حضن الوطن الأم عام 1974، وهم يزدادون ثقة بقدرتهم على مواجهة ما يحاك ضد وطنهم من مؤامرات استعمارية للنيل من موقف سوريا المقاوم والمناهض للمشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة والرافض للتفريط بالحقوق العربية. أن إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر، وأن الوطن فوق كل شيء، وعلينا أن نستمر في الإعداد لطرد العدو من كل شبر من أرضنا العربية المحتلة. وأنا متفائل بالنصر ومتفائل بالمستقبل، وواثق أن قوة على هذه الأرض لن تستطيع أن تمنعنا من استرجاع حقوقنا كاملة. بيدين من نصر رفع العلم العربي السوري فوق ذرى القنيطرة بعد 82 ليلا وصلوا نهاراتهم به. تشرين الأول أكتوبر عام 73 شهد اتفاقية وقف الحرب. لم يسجل في الاتفاقية اسم سوريا التي خاضت استنزافا مع العدو، واضعة الجولان نصب أعينها، وحيدة واجهت، وعلى قدر عزيمتها العزائم كانت. شدت الهمم ورحلت إلى الجبهة الجنوبية حيث لاح الانتصار. لم يضعف صيت العدو الإرادة، وما هانت الأرواح أو استكانت حتى استعادة القنيطرة ولآلة الدمار الصهيونية أن تنثر البيوت رمادا. لكن عظمة الإنجاز نقشت في الأنفس بحروف الفخر والقدرة على معاودة الفعل وتحرير كامل الأراضي المغتصبة.